المايك. سيدي الله يزيد فضلك السي الدكتور الله يبارك صنيبي، تحياتي لك الله يكبر وشرف بك سي ياسر. لنا اننا المنظومه. ياسير كاين شي مشكل عندك؟ راه كنت كنطلعك وكتهبط وكنطلعك وكتاكسبتي وكتعاود تهبط، يمكن شي مشكل في لا عبد الحق كونيكسيون سي ياسر. أخي عبد الحق آه. الدكتور العظيم عبد آه. الحق. الأخ ياسير قمت معه بجولة في شلالة أوزود وفي بعض المدن، وزيارته لنا طنجة. هذا الرجل حقيقة نسيج وحده كما يقول العرب، هذا الرجل نسيج وحده، بارك الله فيه، قدرة هائلة وتواضع يعني لم أرى مثيلا له، وثم هو شوكة في حلوق المجرمين أعداء الوطن. لله درك يا أخي ياسير، واصل الله ونحن معك يكبر بك، بإذن الله. السلام عليكم. الله يكبر بك. وهذا شرف لنا ما يتكلم فينا السي الشيخ الفيزازي بهذه الطريقه هذه. كان حلم انني يعني أنا يعني فرصة مع الشيخ الفيزازي، فإذا بي أكون جليسه وأكون معه في خرجة، فهذه كرامة من كرامات الله عز وجل. وكذلك أن نكون في منصة الدكتور الصنيبي، هذا كرم من كرم دكاترة المغرب. وأن يكونوا بالتيك توك هذا من تواضعهم ومن سعة صدرهم، وهذا ما يدل على المغربي الأصيل، ولد القاع والباع والشمعة فيها درع كما تنقولوا. فهذا يسير بارك الله فيك يحييك السي الدكتور الصنيبي. يعني دقيتي المسمار في بلاصتو، الدقة ديال المعقول، مغيزة خدمة نقية. فتحت لنا فتحت لنا أبواب، فتجولنا في تلك السراديب وفي تلك الأزقة وفي تلك الشوارع. اما بالنسبه للاخوان اللي تيقولوا للسي الصنيبي اب حسن، فانا اريد ان اقول هنا في هذه المنصه لا يمكن ان تتكلموا على اب حسن، لانه ملكيه مشتركه بحكم ان النظام اشتراكي، فما يمكنش تلقاو اب حسن، هو ملكيه مشتركه مع احترامي الاخوان جميعا. حاجه اللي بغيت نهضر عليها هنا سي الصنيبي، هو غريب ان اللايف وصل 5000 ديال المشاهده، فلم أرى من ينتقد الدكتور الصنيبي، لم أرى من ينتقد السي الفيزازي، لم أرى من يهجم على سعد الشرعي. يعني غريب أنكم هجوماتكم كلها في الخنادق، وكما كنقولوا التقلاز من تحت الجلابة. يعني 5000 ديال المشاهدة ما فيهاش واحد يعني قدم دوك الانتقادات اللاذعه اللي كنقضيو فيها الساعات الطوال. يعني ملي كتقول لهم عباد الله الدكتور الصنيبي، انا اقولها امامك، واش الدكتور الصنيبي تا هو يعني السيد يعني اعطى جا دار لنا الخاتمه، حنا كنا واحلين في ديك العرض، بقينا تنكتبوا ما عرفناش نخرجوا من العرض، فجاء الصنيبي فوضع خاتمة جميلة كما يقولون حسن الختام. يعني فكان الانتقاد، وانا اليوم والله كنت انتظر شكون اللي غادي تكون عنده زعما ديك الشجاعه وغادي يطلع هنا وغينتقد السي الفيزازي وغينتقد يعني عادي ايزي كما تنقولوا، ما فيها حتى مشكل انك تطلع تنتقدهم. اذا اليوم قنبله اخرى من القنابل الموقوته كيطلقها السي الصنيبي في اللايف ديالو، بان لا مجال لكم وترهاتكم قد انتهت. في هذا اللايف اليوم رايت الكل يشكر في الدكتور الصنيبي، الكل يشكر في الشيخ الفيزازي، الكل يشكر في سعد الشرعي. اذا ظهرت المعنى لا فائده من التكرار. شكرا سي الدكتور، فانت قائد لهذا الجيش ما شاء الله عليك بارك الله فيك. بالمعلومه. لا كلنا كنت يعني مرشدا لنا، شرينا هذاك الكتيب توصلنا به هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ففوجئنا مفاجأة يعني في الباراجراف اللي كتهضر على أم الحسن. هي ليست أم حسن، هي أم الحسن، لأنها كانت جميلة جدا ودخلت إلى ذلك الدومين في سن 12 سنة. يعني أنا والزوجة كنقراو في هذاك الكتاب لا اله الا الله محمد رسول الله، ومنتشر في امريكا، الناس كتشريه، لان دابا كاين الا بغيتي تشريه يوزد، الناس كتقراه وكتعاود تبيعو ويقراه الاخر ويعاود يبيعو. منتشر في الولايات المتحده الامريكيه،
شكرا لك، يعني اعطيتينا واحد المعلومه بارك الله جميله فيك سي جدا. بارك الله فيك، وما نطولش عليك. تحياتي لكم وبارك الله فيكم. ما ننساش نشكر الحلقه السياسيه راه ضربنا جميع الاعمده ديالهم، ضربناها يعني ضربنا ديك القضيه ديال حقرونا، القضيه ديال الشهداء، القضيه ديال حرب الرمال، القضيه ديال الامير عبد القادر اللي استرسلنا فيها عليه حلقات وحلقات. وبالتالي انا اعتقد لم يتبقى لهم شيء يفتخرون به زعما، لا راه درتي الا ان يعترفوا ليميسيون ما بان كاينش هذه زعما، الحقيقه. درتي واحد لا ليميسيون حقيقه. الدكتور دابا انت دابا انت دابا انت ولد بلادي يا سي ياسير، زعما بالله عليك انا استحلفك بالله، واش لقيتيني غلطت في نهار شي احاله ولا دلست في شي احاله؟ الشهاده لله. والله تثلج قلوبنا، لأنك الطريقة اللي كنتي كتعطي بها المعلومة وكأنك تزودنا بالمادة الخام، فكنا نأخذ من مادة الخام مواد عديدة. كنا يعني انت كنتي كتعطينا المادة، وحنا ملي كنمشيو كنبقاو نجبدو من ديك، عرفتي شحال كنجبدو. وصلنا إلى مقبرة أم تغرق حسن، وإلى تغرق. مكتبة أم حسن، وإلى محلبة أم حسن، وإلى حمام أم حسن. حديث. وآخر ما وجدنا اليوم، آخر ما كاين في الجديد في السوق، أغنية يتغنون ببوسبير كمكان يعني مكان للنزوات، أغنية مخلدة في أغانيهم في الأرشيفات، فكيف سيمسحونها؟ مسحوا اسم مسجد أم حسن، أظن أن مسحوا الشوارع، فكيف سيمسحون الأغاني؟ كانوا يتغنون ببوسبير، وهي أغنية اليوم خرجت، هي يتداولها الإخوان المغاربة. فقلت لك شكرا دكتور صنيبي، أعطيتنا مادة خام فأخذنا منها والله. يعني لحد الآن مازال ديك المادة الخام ما تقادوش المشتقات ديالها يعني. شتو يا اخي استاذ ياسير، تصور معايا واحد كيهاجمك، العداء ديالو واحد 60 سنه هو كيعاديك، هذا غير جديد. ومنذ يعني هذا المشكل ديال من 75 لهنا كتجي كطفيه بفيديو واحد نضاعه 50 سنه فيديو واحد، كتطرق كتجمع وتطوي ساليتي. نعم شوف الكارثه. نعم نعم. الدول لا تسقط بفيديو ولا بمعلومه واحده، لكن بقوه انهم كيهاجموا الحمد لله الله سبحانه وتعالى هو اللي كيلهمك الرشاد باش ترد لهم الرد من جنس العمل يا أخي. وبالتالي يعني كان الاخراج التام لا على المستوى العلمي لا على المستوى الاكاديمي، وحتى على المستوى كان اكبر انتصار انا اعتبره ليس الهجوم على الجزائريين اكثر ما هو انتصار للمراه المغربيه بطبيعه الحال، اللي ديما كنقول هي اللي ولدتني، ولدت السي ياسير، ولدت السي الفيزازي والسي شكري بطبيعه الحال، وخي انس وخي نبيل والاخت فاتحه والاخت سميره. وبالتالي الانتصار للمراه المغربيه والتاريخ ديال هذه البلاد، لان القصه ديال ام حسن وراتنا امور اخرى مهمه جدا اخي ياسر. وراتنا المقاومه المغربيه، وراتنا بان ام حسن كانت في 1912 في انتفاضه ديال الناس فاس، وراتنا كيفاش ان ماتوا واحد 700 شهيد في ذاك الاحداث ديال فاس، وراتنا ذاك المقاومه اللي كانت في مكناس من نوشات حينما اراد المجاهدون المغاربه الهجوم على التكنه الفرنسيه. يعني كان هناك حراك وكانت هناك مقاومه حقيقيه. انا لا اعلم ان هناك معركه في الجزائر في اثناء احداث الجزائر مات فيها 700 واحد، لا اجدها، يستحيل انك تلقاها، لان لم تكن هناك. حتى ملي ترجع لويليام سبنسر كيقول لك ان القوات الفرنسيه تلقت تحيه الصمت، والناس كانوا كيشربوا في القهوه وكيضربوا في الكنيك. حنا النهار الاول اللي دخلوا طاحوا لنا 700 واحد غير اللي عرفنا. وبالتالي كاين واحد التقصير كبير اخويا ياسير في رصد جوانب مضيئه من المقاومه المغربيه في مواجهه المستعمر الفرنسي، واننا لا نخبش التقصير ديال الباحثين، التقصير ديال المفكرين، التقصير ديال الاعلام، التقصير ديال الاحزاب السياسيه، التقصير ديال جميع مكونات الشعب المغربي في اظهار واشعاع هذا الجانب المضيء من التاريخ ديال بلادنا، واللي كنظن انها مشكوره ام حسن انها غتورينا حتى مجموعه الحوايج اخرى، بالاضافه الى قصص مخابراتيه، بالاضافه اللي تقدر تكون انها ماده ملهمه لمجموعه من المنتجين السينمائيين لصناعه سيناريو خطير حول ظاهره ارتبطت بالدعاره، بالجاسوسيه، بالمخابرات، بال هادشي ديال السهر وهادشي ديال الدعاره المؤسساتيه، مرتبطه ايضا بالاستعمار، مرتبطه بالمقاومه. وبالتالي انا كنظن كما قلت انت فتحت لنا مجموعه من الابواب اننا نتعرفوا على شي حوايج غير من خلالها اللي كتعكس الواقع ديال لا الفرق ما بين امبراطوريه ضاربه في التاريخ وما بين الناس. انا اقول يعني وعادي انهم طارئون على التاريخ وطارئون حتى على الجغرافيا. كاينه حتى واحد النقطه بسيطه اللي الى ممكن يعني تطرحها لنا، هي المجندين الجزائريين
في الجيش الفرنسي. النسبة ديالهم وماذا كانوا يشكلون وكيف كانوا يحاربون، هادو اللي تيقولوا شهداء أغلبيتهم قتلوا ببنادق جزائرية في خدمة المحتل الفرنسي، بحيث كنلقاو كاع الأجداد ديالهم مور بوغ لا فرونس، مور بوغ لا فرونس، مور بوغ لا فرونس، أغلبيتهم كاملين مور بوغ لا فرونس. الرسالة الأخيرة ديال محمد بن عبد الكريم الخطابي الموجهة إلى الجزائريين وهو يشتكيهم، كيقول لهم اودي راه ملي كنجيو نحاربوا المستعمر تلقاو غير الجزائر، حرام عليكم، يجب ان توجهوا بنادقكم الى المستعمر ليس الي انا. تحياتي الدكتور صنيبي. واكثر السياسير واكثر الذين قتلوا اثناء احداث الجزائر قتلوا بالنيران الجزائريه. نعم.